شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بروح القدس حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال البراء رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم، فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. ولله دره وهو يتكلم عن بدر فيقول: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. وقال: إني لكم جار فأوردهم، شر الموارد فيه الخزي والعار. ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين، ومنهم فرقة غار. ولله دره وهو يهجو أبا جهل فيقول: سماه معشره أبا حكم، والله سماه أبا جهل. فما يجيء الدهر معتمرا إلا ومرجل جهله يغلي، وكأنه مما يجيش به مبدي الفجور وسورة الجهل. أبقت رئاسته لمعشره غضب الإله وذلة الأصل. إن ينتصر يدمى الجبين، وإن يلبث قليلا يود بالرجل.
قد رامني الشعراء فانقلبوا مني بأفوق ساقط النصل، ويصد عني المفحمون كما صد البكارة عن حرى الفحل، يخشون من حسان ذا برد هزم العشية صادق الوبل. ولله دره وهو يقول: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطبعون ولا يرديهم طمع. لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع. نسمو إلى الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. كأنهم في الوغى والموت مكتنف، أسد بحلبة في أرساغها فدعوا. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه السم والسلع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع. أهدى لهم مدحي قلب يؤازره، فيما أراد لسان ماهر صنع. فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمع. فلما فرغ حسان من إنشاده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الأقرع بن حابس من وفد بني تميم وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. وأسلم بنو تميم، فلله در حسان رضي الله عنه. ويهجو حسان رؤوس الكفر، يهجو أبي بن خلف فيقول: ألا من مبلغ عني أبيا، فقد ألقيت في سحق السعير. تمنى بالضلالة من بعيد، وتقسم إن قدرت على النذور. تمنيك الأماني من بعيد، وقول الكفر يرجع في غرور. فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور. له فضل على الأحياء طرا، إذا نابت ملمات الأمور. ويقول لأمية بن خلف: أتاني من أمية ذرو قول، وهو بالمغيب بذي حفاظ. سأنشر إن بقيت لكم كلاما، ينشر في المجامع من عكاظ. قوافي كالسلام إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ. تزورك إن شتوت بكل أرض، وترضخ في محلك بالمقاض. بنيت عليك أبياتا صلابا، كأمر الرسق قفص بالشظاظ. مجللة تعممه شنارا، مدرجة تأجج كالشواظ. كهمزة ضيغم يحمي عرينا، شديد مغارز الأضلاع خاض. تغض الطرف إن ألقاك دوني، وترمي حين أدبر باللحاظ. لله در حسان، لقد كان شعره أشد على قريش من نضح النبل، هجاء يصك المسامع كأنه الجلاميد. لسانه لو وضع على حجر لفلقه، أو على شعر لحلقه.
وولاؤه كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. ولله دره حين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.